كنتوا كابتنين في نفس الوقت، انت طايره والكابتن طه كوره، ولا انت اكبر؟ طبعا كباتن مصر، وده يعني مش انت تايواني. اكبر مش كده؟ لا انا يعني كباتن ياباني. كباتن ياباني مش تايواني، لان دلوقتي كل اللي لبس مايو بقى كابتن مصر دلوقتي. هو المايو عيب؟ المايو شرعي. والله بقى اختلط الحابل بالنابل على فكره، وما بقاش حد عارف حاجه، ولا حد بيحترم خبرات حد ولا تاريخ حد، وبقت المساله فوضى عارمه. واذا ما لحقناش نفسينا في البلد دي وتصلح المسار، يبقى عليه العوض ومنه العوض. يعني لان انا اللي انا شايفه كده، محدش بيعجبه حد، محدش بيعجبه قرار، ومحدش بيعجبه اي حاجه، وكل الناس بتفهم، وكل الناس ثوار، وكل الناس يعني. انا بستعجب قرار طلع بعد دراسه ولوائح، ورجعنا اللوائح ورجعنا لكل ما يخص الموضوع برمته، واعلنا. اقول لك انتوا اعلنتوا ليه؟ طب ما انتوا من يومين كنتوا بتقولوا متاخرين ليه؟ ليه؟ هو في حد قال لي اعلنتوا ليه؟ ايه؟ في حد قال اعلنتوا ليه؟ والله سالوني هذا السؤال. يعني ايه؟ مش فاهم يعني. ده بقول كانوا لك نايمين سألوني ولا ليه كانوا في الكهف ولا ايه يعني؟ مش معنى الجمعه، اشمعنى الجمعه؟ مش معنى الحد، اخد بالك؟ اه قصه بقت عجيبه جدا. وانا ده متاخر القرار، حتى انا قلتها في البدايه. القرار لو سألت القرار متاخر، فيه. القرار موقع يوم 21 وصدر يوم 23 بالليل. ايوه طيب فهم بيقولوا يعني ايه؟ ما دي برضو من علامات الاستفهام يعني. انما هي علامه استفهام لحد قرا الورق يعني. انا بصيت فدي يعني كانت ملاحظه بالنسبه لي، انه القرار موقع يوم 21 وصدر يوم 23 مساء. ايه المشكله؟ يعني هو ده اللي سبب ان الناس زعلانه قوي. لا 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 لا، انا بقول لك على ملاحظه انا رصدتها. انما اللي بيقول لك اصدرت القرارات ليه، مش عايز اقول بحاجه بس يمكن يعني عشان ما حدش يزعل مني. انما جايين بعد 54 يوم حد يطلع يقول اصدرت القرارات ليه؟ والله. بس هي كان المفروض تبقى في مؤتمر صحفي بيني وبينك يعني. ايه؟ كان المفروض تبقى في مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي تعمل؟ ما انت كاتب كل الحيثيات يا كابتن خالد. نعم. لان لو انت كاتب قرار 1 2 3 3 اسطر اوكي، لكن انت كاتب الحيثيات كلها. واللائحه بتقول ايه، والماده رقم كذا بتقول ايه، عشان الناس تقتنع. انا شفت دلوقتي ما حدش مقتنع بحاجه. نعم. دلوقتي القصه كلها ان ما حدش عاجبه حاجه، وكل واحد تصور ان احنا البلد اصبحت سايبه، ما فيش حد فيها بيحكم، ما فيش قانون، ما في. احنا عايشين في غابه. اصبحنا عايشين في غابه، كل واحد بيقول اللي هو عايزه، وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه. واذا كان عضو مجلس شعب يطلع يعمل فتنه واثاره، طب انت عايز ايه تاني؟ طب الناس العاديه تعمل ايه؟ الناس العاديه تعمل ايه؟ اذا كان واحد مسؤول هو اللي بيقرر، هو اللي بيعمل القوانين. الناس العاديه راح تثبت الدين في قناه تلفزيونيه يا سيدي الفاضل. ما هو الناس قايمه بالواجب برضه على الملأ. ليه؟ الناس برضه قايمه بالواجب. أيوة. مش في لفظ ما ينفعش يمر، ما ينفعش يمر حتى لو الواحد معدي من جنب اتنين بيشتموا بعض. أيوة. اللفظ مر من خلال برنامج تلفزيوني شافته ناس قد كده. لا هقول لك حاجه يا استاذ خالد يعني، واسمح لي في وجود الكابتن طه. الاعلام للاسف الشديد وصل مباريات الكوره الى معارك حربيه. دلوقتي عايز الفتنه اللي جايه بقى الناس تموت بعض بقى. الفتنه اللي جايه الناس تموت بعض. مات 75، لا احنا عايزين بقى نعمل. وانا على فكره كاتب على الموقع النهارده، بلغنا جميع الجهات على اساس ان اتحاد الكره ده منشأة بتاع الدوله. انا مش ضد اعتصامات او جمهور نادي، جماهير نادي بتحب ناديها بتوقف اعتصام او بتاع، ده حق مشروع. لكن الخوف يا استاذ خالد كابتن طه ان يكون في مجموعه من الاجندات اللي بالك فيها، واخد بالك، اللي بالك فيها، عايزين يعملوا مشكله. يعني ممكن يعني زي ما عملوا كده في المجمع اللغوي عادي. العلمي. هي بقت القصه كده. فاحنا لابد ان احنا ننبه ونعمل جرس انذار. يا جماعه الوضع كذا كذا. قلنا لوزاره الداخليه، مجلس العسكري، المجلس القومي، واخد بالك، لان لابد ان كمان اذا كان في اعتصام بكره
لابد ان نحافظ على الجماهير، ونحافظ على سلامه الجماهير ايضا. هل بالفعل ابتدى يبقى فيه تأمين بشكل او باخر لا، لسه لم يحدث اي تامين، بس انا قلت وناشدت واللجنه التنفيذيه ارسلنا للداخليه والمجلس العسكري نعم المجلس القومي، يا جماعه لابد من تامين الشباب اللي هيجي، اللي عايز يعلن عن غضبه او يعلن عن رفضه للقرارات. والخوف مش كلمه بقى، الخوف من وجود شويه بلطجيه يبقوا في النص يعملوا حاجه، يعملوا يعني ما في اي حاجه، يستغلوا الحدث نفسه. نعم. فلا بد من اجراءات احترازيه، وبنقول يا جماعه ان المنشآت دي والحاجات دي بتاعتنا والله، بتاع مصر مش بتاعت فلان ولا علان ولا حاجه. نعم. فانا بقول القرار المفروض يبقى في ناس معاه وناس ضد. لا، الناس اللي اتقتلوا 75 واحد، لا، ايه يعني 75 واحد يموتوا والناس تقول لك هنقفل قناه السويس؟ والناس بتوع والناس في الاهلي طبعا زعلانين، يقول لك عشان ال 75 شهيد وما يصحش ان القرارات ضعيفه. والله احنا ذاكرنا وقرينا واستفسرنا وحصلنا القرار واتعمل فيه والله مجهود كويس جدا 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 يا استاذ خالد. نعم. فاحنا نتمنى بس ان معانا لقطات وانت بتتكلم يا كابتن عزمي، اللي انا اتمناه، معانا لقطات من بورسعيد دلوقتي بتتعرض وانت بتتكلم معانا على خروج، اللي انا بس عايزه حضرتك اتمنى خروج الناس في بورسعيد للتعبير عن حاله الغضب حول القرارات. القرارات. 75 واحد اتقتلوا بنغضب ثاني. اذا كان بورسعيد هم اول ناس طالبوا بالقصاص يا استاذ خالد. نعم. بعد الحادثه بيومين. نعم. مظبوط. نعم. النهارده مش عايزين يا اخي ايه يعني كرة ايه اللي هنقتل بعض عشانها يا استاذ خالد ونقفل عشانها قناه السويس؟ بناقص الكوره. لكن بناقص الكوره في 60 داهيه. اذا كانت الكوره هتمس مصر وامنها القومي في 60 داهيه الكوره، وبكررها تاني في 60 داهيه الكوره. طبعا، بس انا عايز اسال الكابتن طه سؤال بعد اذنك يا استاذ خالد. اتفضل يا كابتن عزمي. احنا مش حاسس يا كابتن طه ان احنا يعني مصر بدانا نكره بلدنا، ولا ما بنحبهاش، ولا بنكره بعض، ولا احنا ضد بعض ومحدش بيسمع حد؟ مفيش حد عايز يسمع. لا مش كله. لا الاغلبيه الصامته لها راي تاني خالص، سيبك انت. لا الناس المحترمه عارفه شايفه المشهد العبثي كله وعارفين ايه اللي بيحصل، ولهم قرارهم في الوقت المناسب زي ما حصل في اوقات كتيره، من بينها النزول لصناديق الانتخاب بتاعه البرلمان مجلس الشعب. 28 مليون قالوا اللي هم عايزينه. حضرتك الغالبيه هتفضل صامته لما البلد تنتهي. ما احنا يعني الناس مش هتتحرك عشان تبقى المسائل تتحول لصراعات بقى بين يعني فرق وشيع. واحنا طب ايه رايك في اللي بيتعمل في البرامج؟ البرامج؟ ايه رايك؟ والله ما اقدرش احكم، انا شهادتي مجروحه. لا مش شهادتي، ما اقدرش اتكلم، شهادتي مجروحه. هل نصمت لما تشتعل الفتنه وتاكل البلد كلها، ولا ايه رايك؟ لا طبعا، بس الفكره كلها انا ما اعرفش اتكلم على برامج، لانه في النهايه انا بنتكلم على الناس بيعملوا نفس العمل اللي انت بتشتغله، فما ينفعش اشهد فيهم، شهادتي مجروحه. استاذ خالد، احنا طلعنا القرارات والقرارات اتدرست تماما، واحنا بنقول ان لابد ان يحترم الجميع القرارات، واللي شاف يتظلم، المحكمه الرياضيه موجوده يتظلم، واخد بالك، والامور تمشي. طيب انا وجهه نظري يعني واضح ان احنا اصبحنا دلوقتي في مفترق طرق، ومفترق الطرق هذا الذي يهدد مساله سلامه الوطن، واضح ان هو عايز افكار غير تقليديه. من الممكن الان ان نطلق مبادره. اطلق ايه المبادره؟ جاي معاك اهو، بس لا ده انت مش في الموضوع، عشان انت راجل بتشغل منصب تنفيذي، فما ينفعش انك انت تتضامن فيها. ماشي. اذا كانت كرة القدم ستتعارض مع مصالح مصر العليا، نستطيع الان ان نجعل الاغلبيه تقول مش عايزين كرة قدم لمده سنتين. ولو الحمله دي استمرت، انا اؤكد لك ان ستكتشف ان الاغلبيه العظمى من اهل البلد دي عايزين يركزوا في حاجات اهم، ما دام كرة القدم هتبقى مصدر صداع. والله ده مصدر يعني لمدة سنتين، ومش هنزايد على حد، مش عايزين كورة.
يلا بقى نفضها سيره. هم اكثر المزايدين يا استاذ. لا غير المزايدين، هنوريهم ممكن مصر يكون شكلها عامل ازاي ورايها ايه. مش عايزين كره لمده سنتين احنا بس عشان كله يهبط بقى. استاذ خالد، ان على اعضاء مجلس الشعب ده دخلت النهارده الاخت عضوة مجلس الشورى ام زدان، يعني احنا اكتشفناها ان هي برضه من الثوار اهو، ما كانش حد عارف يعني. نعم. اكتشفناها ان هي من الثوار يعني وبتقود مسيره وبتاع، حاجه كويسه. هي مساله ان كل واحد يقول ما يشاء، انما اذا تعارض ما يقال وما يحدث واي تحرك على اي مستوى في الشارع او غيره يتعارض مع مصالح مصر العليا بدوافع كره القدم، مش عايزين كوره. الناس العاقله اللي بتحب البلد دي بجد وخايفه على مصلحتها وان الامور مش محتاجه هزه اكتر من كده، يمكن ان يخرج ملايين عشان يقولوا رايهم مش عايزين كره قدم. صوتي معاك 100 بس عشان بقى اللي ايه عنده غرض، اللي عايز يركب فوق الموجه، اللي عايز يستغل الحدث عشان يخلي البلد دي في حاله عدم استقرار، هنقفل له الملف كله. مش عايزين كره قدم يا اخوي. بس تسمع المراسل بتاعنا سعد التابعي من بورسعيد وتفضل معانا على الاتصال على المكالمه بعد اذنك، لان عايزك في موضوع ضروري. نعم. تبقى معنا لحد ما نسمع سعد التابعي من بورسعيد. يا سلام. عشان هتفق معاك هتيجي امتى. لا انت تؤمرنا يا ريس، والله انا سعيد ان انا يعني بعمل. ربنا يخليك لي. اسمع، قد يكون هناك في الامر جديد ترد عليه. سعد التابعي من بورسعيد، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ خالد.